البنات، اليوم جيتكم بفيديو جديد وفكرة جديدة ديال كيفاش نقدروا نديروها العشاء ديالنا ولا الغداء بطريقة سهلة ومبسطة. هانتوما كتشوفوا في التصاور الاولين كيجاو في التقديم ديالهم. هنايا انا الفكرة اللي اختاريت الشرائح ديال الصدر ديال الدجاج، كيف ما كتقدروا نتو ديروها بالشرائح ديال الديك الرومي ديال بيبي، كتقدروا ديروها بشرائح اللحم، كتقدروا ديروها حتى بالكفته. هنايا خديت انايا درت شويه ديال السكينجبير محكوك، واحد الراس ديال الثومه، شويه د البزار، شويه التحميره على حسب الذوق ديالكم، راس معلقه ديال البزار الكمون، نص معلقه ديال القزبر حبوب مدقوق، ونص معلقه ديال العطريه ديال الشاورما، والملح حسب الذوق ديالكم نتومايا، واحد المعلقه كبيره ديال المطارد كي كنقولوا الخردل، وتقريبا شي 2 معالق كبار ديال الياغورت كيكون مسوس طبيعي، واحد راس معلقه ديال الهريسه. العطريه والمقادير ديال اللحم وداك اللي بغيتو نتوما ديروا كديروا على حسب الطاقه ديالكم. هنايا بديت كنخلطها شي شويه، تفكرت بالله ما درتش فيها لوريغانو ولا زعيطره ولا شي منسم، كتقدروا ديروه، كتقدروا ديروا فيها يا اما زعيطره يا اما لوريغانو يا اما هذا. تقدروا تكتفيو غير بالقزبر حبوب مدقوق، كتقدروا ديروا فيها المعدنوس حتى هو مدقوق. هنايا شديت واحد الطنجره، درت فيها شويه ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الزبده، الزيت عندي هنايا زيت المائده وزيت الروميه. المنسمات اللي درت هنايا كي قلت انا درت لكم راس ديال الثومه، ورقه سيدنا موسى، رويصه ديال القرنفل شي 3 ولا 4، عود ديال القرفه، وواحد 4 الحبيبات ديال الهيل. خليتهم حتى تحمروا شي شويه، نسموا لينا داك الزيت والزبده ديالنا. درت عليهم واحد تقريبا الجزر وحده ولا جوج اللي بغيتو نتوما حسب المقادير اللي غادي ديروا هنايا. ودرت واحد القريعه حتى هي مقطعه صغيورين مربعات، كيعطيونا واحد المذاق زوين. وكنشدو هاد الخضره كنسوطيوها في ديك الزبده والزيت، كتجي نسمه زوينه بديك المنكهات اللي درنا صافي. ودرت عليها الملح. هنايا انا شديت درت الرز البسماتي، كتقدروا ديروا نتوما الرز الصفر العادي داك اللي كنقولوا حنايا الرز كلاصي. غسلته انايا، درت هنا مقدار ديال كاس كبير، وغادي نقول لكم المقدار بحال دابا في المثل. الكاس الكبير اللي درت انايا شديته حتى هو ديتو جبتو شي شويه في الطاوه مع ديك الزبده والخضره. انايا قلت لكم درت كاس كبير ديال الرز، ملي غسلته درته مع ديك الخضره وديك المنسمات. غندير هنايا 2 كيسان ديال الماء طايب. درتو كاس كديروا 2 كيسان، كندرتو 2 كيسان ديال الرز كديروا 4 الكيسان ديال الماء طايب صافي. هنايا كنطفي عليه الكوكوط، كنسد يا رب العفو، كنسد عليه الكوكوط وكنقص عليه البوطه، كنحسب ليه 10 دقائق. اولا كتشوفوا نتوما في ديك العلبه اللي كتشري وكتشوفوا شحال فيها الوقت اللي غادي يستغرق فيه داك الطياب. المهم 10 دقائق ونطفي عليه البوطه ونخلي الكوكوط مسدوده. في هذا الوقت هذا ملي طاب لينا الروز ديالنا درتو على جنب، شديت واحد المقله ودرت فيها، دائما انا كندير زيت المائده وزيت الزيتون، زيت الزيتون عندي مخلطين. درت عليهم الدجاج ديك بحال الشكل ديال الشاورما، كيتحمر كيتشحر لينا مزيان. دقت من الملحه، كنصحوا الذوق ديالنا د الملح والبزار، لا بغينا نزيدو شي شويه د البزار صافي. هنايا هانتوما كتشوفوا ملي تشحر لينا داك الدجاج حتى هو غادي نحيدوه من ديك المقله، وغادي نستعملوا نفس المقله اللي درنا، غنديروا فيها حتى هي شويه ديال الزيت. هنا الوصفه ملي كنديرها كنقول لكم المقادير والمكونات ديالها. المقله درت فيها شويه ديال الزيت، درت عليها واحد البصيله، كي كنقولوا حنا ديك البصله الخضاريه ولا البصله، المهم كتكون ديك البصله الطريه الخضر، ديك اللي كتكون باقا جديده. كندير عليها شويه د الملح، بغيتو ديروا شويه ديال الزبده كديروها، ولكن ما كنديرش الزبده، ما كتعجبنيش الزبده مع الفلفله. درت شويه د الملح شويه د البزار، هذه هي العطريه اللي كندير في هذه المرحله. كنخليها كتشحر شي شويه وكنغطي لها وناقصه البوطه باش ما كتحرقش لينا البصله. في هذا الوقت هذا ملي كنشوفوا البصله تشحرات لينا ودبالت، كنبقاو نديو نجيبو فيها شويه حتى كتولي عندنا شويه اللون ديالها كنقولوا حنا كتولي كراميليزي، كتعسل بالعربيه كنقولوا كتعسل صافي. كنزيد عليها انا درت هنا الفلفله حمراء والفلفله الصفراء، كنقطعهم حتى هما شرائح صافي وكنديرهم كيطيبوا.
ما كندير لا ما لا والو، كندير غير البوطه شويه، ما كتكونش ناقصه بزاف، ما كتكونش مجهده باش ما تحرقش لينا الخضره ديالنا. كنبقى حتى هما كنشحر فيهم مزيان باش كيتنسموا لينا حتى هما، لان دايره الملح والبزار. كنغطيهم حتى كيتشحروا حتى هما، نتوما كتشوفوا ملي تشحروا ودبالوا. ما كنخليوش حتى كيطيبوا بزاف، كيكونوا شويه باقيين شادين في ريوسهم. كنرجع نزيد عليهم ديك الشرائح ديال الدجاج ديالنا. وتقريبا هنايا الوصفه كتكون قلت كملات الوصفه هي هذه. بغيتو ديروا شرائح اللحم كديروا شرائح ديال اللحم كي قلت لكم. بغيتو ديروا ديك الهبره مقطعه بحال الشكل ديال القطبان حتى هي كتقدروا ديروها. بغيتو ديروا شرائح ديال الحوت كديروهم، بغيتو ديروا الكفته كديروها. المهم انا كنعطيكم الفكره وانتم كتقدروا تنوعوا. صافي ملي خلطنا شي شويه انسجمات لينا ديك العناصر كلها ديال الخضره ديالنا والدجاج اللي داير على الشكل ديال الكباب، كنغطيوه وكنخليوه يرتاح. الرز ديالنا ملي طاب ها هو يحيد ديك الورقه ديال سيدنا موسى وديك النجيمه كي كنقولوا بادوان. تقديم هنايا درت انا في الطبسيل كبير كبير شي شويه، درت واحد الزلافه باش تبقى لنا ديك الحفيره شي شويه. المهم التقديم كديروا نتوما اللي بغيتو، انا غير كي كنقول لكم دائما كنعطي الفكره باش تبقى ديك البلاصه ديال الزلافه اللي درنا ودورنا عليها الرز كتبقى لنا خاويه، هي اللي غادي نديرو في هذاك الحمى اللي طيبنا، داك الدجاج اللي طيبنا. والطبق ديالنا ملي وجد. نتمنى تكون عجباتكم الوصفه. واللي كتفرج في القناه ديالي لاول مره ما تبخلش عليا بواحد اللايك والمتابعه وتقاسم الوصفه مع الاهل والاحباب باش تعمل فكره على الجميع. ونتمنى تكون الوصفات ديالي في المتناول ديالكم وتكونوا كيعجبوكم. وما تبخلوش عليا بواحد اللايك وبالتعليق. وهالوصفه ديالنا كي قدمت انا داك الرز كيجي بطريقه سهله ومبسطه كي قلت لكم. الحاجه الوحيده اللي كتحتاج هي فاش كنديرو من قبل داك الدجاج كيتشرمل شي شويه. وبالصحه والراحه. والفيديو مقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم.